الساعة دلوقتي 7:30 و5 الصبح أكيد. عايز أقول لكم إن درجة الحرارة برضو في نفس الوقت لازم نذكرها في كل فيديو 15 وهتوصل النهاردة 30. يعني دلوقتي تحس إن في برودة شوية، ولكن ما توصل 10 ولا توصل الساعة 12 كده هيبدأ يكون في حر. فشوف الشوارع لا يوجد أحد، حركة قليلة جدا. ده تاكسي راح بقى يبدأ الشغل بتاعه النهارده. عايز اقول لكم ان التكاسي هنا في المانيا غاليه جدا. لو انت تاخده مشوار 2 كيلو 3 كيلو فممكن ياخد فيهم حوالي 20 يورو، انما لو خدتها بالقطر او بالاتوبيس هتدفع 2 يورو. طبعا يا شباب عشان بس اديت نشوتسو كده، انا جيت عند الدكتور نعمل تحليلات المفروض اعملها كل 6 شهور، فانا في غرفه الانتظار دلوقتي. حرفيا ده اسرع دكتور اكون عنده، ادخل اقعد ساعه يعمل تحليلات واخرج على طول. خد مني شويه عسل اكيد، بس عايز اقول لكم ان بعض الدكاتره التانيه لما اروح اقعد عندها نعمل تحليلات او اي حاجه بيقعدوني بالاربع ساعات. ما شاء الله رقم قياسي. شوفوا رغم ان في زحمه ورا وقدام كمان، بس مفيش ولا عربيه من دول بتمشي تغرس تمشي يمين شمال وتحاول تعدي الناحيه التانيه علشان تمشي عكس الاتجاه وتوصل مشوارها بسرعه. لا، الاتجاه التاني ده العربيات اللي جايه على الناحيه التانيه. شوفوا الانضباط المروري عامل ازاي، اللي هيخالف غرامه. فالناس هنا ملتزمه بالقوانين رقم واحد، اللي هيخالف هيتسحب منه الرخصه واحتمال ياخدوه بالعربيه كمان. عايز اقول لكم الريف الجديد اللي انا نقلت عليه اصلا ما كانش في وقت ان انزل استكشف. يا دوبك رحت اخدت العفش بتاعي من البيت القديم ونقلته على هناك على طول، والنهارده حبيت ان ننزل نستكشفه سوا ونشوف ايه الحاجات المميزه اللي موجوده فيه. لان الارياف الالمانيه هنا عايز اقول لكم ان مش زي الدول العربيه تلاقي بقى ايه زحمه وفي جيران واصدقاء بتروح تسهر معاهم والحاجات ديت. لا، ده هنا انتوا هتتصدموا اصلا لما تشوفوا الروتين اليومي عندهم عامل ازاي، وبالذات في الريف. شوفوا هنا طبعا البيكراي، ده المخبز كلمتكم عنه في الفيديو اللي فات، قلت لكم ده واحد من الثقافه الالمانيه الموجوده هنا اللي بيبيع خبز. رابطين الكراسي مع الترابيزات بشكل عامل ازاي عشان ما حدش ياخدهم ويجري. يعني انا اللي مستغربه في الموضوع الصراحه، ممكن ياخدوا الحاجات ديت ويدخلوها جوه احسن. لا، مفيش وقت فيخلوها بره، وتاني يوم يجي يفتحوا الساعه 5 الصبح. تخيلوا ان بيفتحوا من الساعه 5 الصبح، التحضيرات بتبدا من الساعه 3 الفجر او كمان 4 الفجر علشان يفتحوا الساعه 5 يكونوا مستعدين للناس اللي هتيجي تشتري من عندهم اكل. فالصراحه بيدوا جهد في العمل كبير قوي وطاقه. اكتر حاجه بتعجبني هنا في الشوارع الالمانيه النظام. شوفوا الطريق الصغير ده للعجل، وهنا بكل العربيات رايح جاي. فطريق العجل ده يمكن واخد مساحة شوية من طريق العربيات، بس عشان خاطر يكون في امان وما يحصلش حوادث في الشارع خالص. ودايما المناطق السكنية اللي بيكون فيها طرق العربيات تمشي فيها او حاجة زي كده لازم تكون السرعة 30 كيلو في الساعة، يمشي بطيء جدا عشان خاطر ما يحصلش برضه حوادث. فنظام المرور والطرق عندهم قوي جدا، والكل ملتزم بالمرور هنا علشان خاطر ما يتعرضوش لغرامات كبيرة قوي. وهي شباب فاكرين الميكروباص ده كان يقول لك عتبة عتبة. واو، شكله جميل جدا وقديم برضه في نفس الوقت. الالمان يحبوا الميكروباصات ديت علشان خاطر التنقل، في البعض بيطلع رحلات. شوفوا شكله من جوه عامل ازاي، قديم قوي ولسه محافظين على الكراسي والدركسيون بتاعه القديم. بيستخدموه كديكوريشن عشان خاطر ما يغيروش اي حاجه في العربيه، وفي نفس الوقت بتكون كلاسيكيه بالنسبه لهم. لما يجي يبيعوها بيكون سعرها على فكره كويس جدا. العربيات الكلاسيكيه هنا بتكون غالي، يمكن تشوفها تلاقي اغلى من العربيات الحديثه لان انتيكه بالنسبه ليهم. وعايز اقول لكم برضو ان الناس دي بتهتم قوي بالحاجات القديمه، بيعملوا منها سعر غالي وفي نفس الوقت بيسلموها لاجيال. يعني مثلا انا عندي بيت موجود فيه العفش بتاعي قديم جدا من ايام جد اجدادي. البعض من الالمان عنده العاده بتاعت العرب بيفضلوا محتفظين بيه عشان خاطر الذكريات، ويقولوا ايه ده بتاع جدي ما ينفعش افرط فيه كده بكل سهوله. اهو ده عماره كبيره هنا، فكرته سكن عادي بس طلع دار مسنين. عايز اقول لكم ان دار المسنين هنا في المانيا بيهتموا بيهم بطريقه كبيره قوي، والمهنه ديت دايما مطلوبه هنا. اذا عايز تيجي تعمل راس بيلدونج او اذا انت مخلصها في بلدك تقدر تشتغل دايركت في المجال ده، مطلوب بشكل دايم عشان خاطر يكونوا كبار السن تحت انظارهم، وكمان الرعايه بتاعتهم لان ده متطلب قوي. في منطقه جميله قدام هنا انا عايز اجي عليها. لو احنا عدينا البيوت الريفيه اللي موجوده في المنطقه ديت يا جماعه عليها جدا،
في معظم المدن ضواحيها بالذات بتكون الارياف ديت عدد سكان المنطقه ممكن بيبدا من 1000 شخص. في 2015 كنت عايش في بيت موجود على جبل، كانت منطقه كده قريبه من فرانكفورت حوالي ساعتين. المنطقه دي كانت على جبل، قسما بالله على عدد الصوابع كان منطقه جميله جدا، وعدد البيوت اللي موجود فيها حوالي 30 بيت بس. عدد سكانها كان قليل قوي المنطقه ديت، وكانت غنيه جدا. يا على كميه الهدوء والراحه، حتى يركنوا العجل بتاعهم هنا ده كان نظام ديكوريشن سايبه علشان عامل منظر حلو قدام البيت بتاعه. بس شوفوا كميه الهدوء. لو انت شخص مش واخد على الهدوء ده فصدقني هيكون عندك دايما ستريس، هيكون عندك دايما اكتئاب. انا كشخص متعود على الاجواء ديت وبكون مبسوط فيها جدا، بعشق حاجه اسمها ارياف. والصراحه لما بسيف بريف بطلع على ريف تاني، ودايما بشوف الريف انهي ريف افضل واجمل وبروح عليه على طول. ده تقدر تقول كده نقطه ضعفي. شوفوا نظام سلل المخلفات عاملينها ازاي. سلة المخلفات يكونوا رابطينها بجنزير كده زي ما انتم شايفين عشان خاطر محدش ياخدها ويمشي. تخيلوا ان دول اصلا بيتسرقوا. اذا واحد في البيت عنده ما عندوش مثلا صناديق مخلفات او صندوق مخلفات بتاعه اتسرق، بينزل الشارع يدور على اي واحد ويسرقه. في بعض منهم بيعلمه بيكتب اسم الشارع او اسم البيت عشان خاطر يبقى معلمها كده، لو اتسرقت يدور عليها ويلاقيها على طول. حتى صناديق الزباله بتتسرق في المانيا، تخيلوا. ان السرقه بدات تنتشر بشكل كبير قوي يعني يا شباب. عايز اقول لكم فين الناس؟ ايه ده؟ وات ذيس؟ عرض اعلانات. البيت ده بتاع ادوات تنظيف نظافه الشخصيه وكده، فحاطط هنا زي نظام منيو بيعرض عليه الحاجات اللي هو بيبيعها. حلو. عندك واقي شمسي؟ دمي عسل. اوكي نبدا الاستكشافات. البيت ده عنده سنافر صغيره هنا منحوته تماثيل. ده كلب، عنده كلب صغير، وده دبدوب، وده عصفورتين عايشين اجواء رومانسيه مش قدام الناس، ودي سناجب. واو. وده بقى اعوذ بالله تحسوا قبر. الديكوريشن عندهم قديم وجديد. فاكرين انتوا العيشه اللي احنا كنا بنربي فيها فراخ؟ ده تحس عشه مربي فيها فراخ، بس دلوقتي يطلع كلب على هيئه ديناصور بيجري ورانا. البيت ده كله عنده تماثيل منحوته بايديه بومه، حاجات كتير، بس ما ينفعش نخش جوه عشان مقفوله. ده انا شايف ان البيت ده لو مقلوب متحف كان هيكون افضل بكتير. ايه ده بقى؟ تاني استكشاف نشوفه لحد دلوقتي. ايه البيت ده ولا ايه المكان ده؟ وسط الشارع عادي، مينفعش نخش. تحسوا نفق كانوا بيستخبوا فيه ايام الحرب او ملجأ. وانا كده اي حاجه استكشفها الاقيها مقفوله. شايفين عجله القطر اللي هناك ديت؟ اصلا علشان الريف ده، خلينا نرجع لورا شويه. ايام ما كانوا بيبنوا السكك الحديديه هنا، كان العمال اللي بيجوا من مدن بعيده كانت الشركه بتاعت سكه الحديد بتوفر لهم مسكن خاص، والسكن ده بقى كان ممكن تجيب عائلتك فيه، اطفالك، وفي نفس الوقت كانوا بيدوهم سعر السكن هنا في الريف بثمن رخيص جدا. يعني مثلا تقول تاخده ب 500 يورو في مكان تاني، كان ممكن الشركه هنا تدولك ب 300 وشويه، وده عشان انت شغال معاهم. فكانوا بيحاولوا يوفروا سكن ويوفروا فلوس على الناس بشكل عام، لان كانوا بيتعبوا على بناء سكك الحديد هنا. وبعد كده بقى خلاص اما بنوا السكك الحديديه وبقى القطر يروح ويجي، وفي نقل بضايع ونقل كمان الناس المسافرين وكده، فبدأوا يا عزيزي المشاهد يعملوا تذكار ويسيبوا العجله دي مع الريف ويفكروا ايام زمان. ده لبن عيران، لبن كويس جدا، سعره يورو 29 سنت. فهناخد واحد لان الجو حر فمحتاجين اللبن ده. ده احلى مشروب تشربه مع الاكل، صحي ومفيد في نفس الوقت. ده هو بدايه الريف الجميل اللي انا عايش فيه. هنمشينا شويه حلوين وهنستكشف بقى اماكن حلوه. شكل بيوتهم حرفيا غريبه جدا. شوف تحس ان البيت ده على شكل البيوت اللي هي الافريقيه اللي بيبنوها في الغابات بالقش كده، واي تصاميم عشوائي حرفيا بتحسه. شوف المكنه لوحدها بتقص الزرع. تكنولوجيا هي عارفه تروح فين وتيجي منين. ولا يجيبوا حد مثلا يشتغل بشكل يدوي
ويدفعوا فلوس كتير من جيبهم ولا اي حاجه، لا يسيبوا الاله ديت تقطع لهم الزرع زي ما هم عايزين. دايما الالمان لما يكون عندهم بيت كبير بالمنظر ده لازم يكون في جراج، وده علشان خاطر ياخدوا مساحه للعربيات بتاعتهم، ما يضطروش مثلا يركنوها بره البيت او ما لاقوش جراج ويحصل شويه مشاكل والحاجات دي. فمعظم بقى العربيات اللي بتلاقوها مثلا مركونه بره كده فهي بتكون تبع الالتنهايم. الالتنهايم ده زي ما قلت لكم اللي هي دار المسنين، لان معظم اللي بيعيشوا في الارياف هنا بيكونوا كبار سن وبيحتاجوا لرعايه خاصه، فبيجوا بقى ناس طبعا شغالين في دار المسنين بيجوا يدوم الادويه باوقات، يحركوهم باوقات، يعني بيكون في رعايه شويه منهم، ولكن بيكون غالي قوي. يا كميه الهدوء وسحر الطبيعه الجميله اللي موجوده ديت وبيوتهم. عايز اقول لكم ان الواحد مبسوط قوي لما بدخل الاماكن ديت، والصراحه عمري ما مل. مهما عشت في الريف الالماني مستحيل اكتئب، ده بيزيدني سعاده من الداخل. عارفين هرمون السعاده بيبدا يزيد كده لما انزل اتمشى في الاماكن ديت. شوفوا حتى هنا تلاقي التفاح ببلاش، تقدر تاخد بس مدود للاسف، مش الكل معظمهم. شوفوا هنا بيقولوا في قطه في اليافطه ديت انا جاي، وانت ماشي على العربيه لازم تبقى واخد بالك ان في قطه عشان ما تدوس عليها بالغلط. شايفين يا تفاصيل لك يا المانيا. شوفوا حتى هنا مثلا بيلون الخشب، هنا بيشتغلوا بايديهم. لو في اي حاجه باظت في البيت لازم تبقوا عارفين ان لما الشركه تيجي تصلحها بيكون غاليه جدا. وفي بعض الحاجات اللي بتكون موجوده في البيت لو باظت المؤجر اللي مأجر لك الشقه هو اللي لازم يعملها. يعني انت ممكن ما تدفعش حاجه من جيبك وتكلمه وتقول له كذا كذا، وبتشوف اذا انت هتدفع او هو اللي هيدفع. فبعض الحاجات هو اللي بيدفعها. فهنا مثلا بيشتغلوا بنفسهم في تلوين الخشب، دهان البيت، حاجه زي دي. فانت بتكون مسؤوله عن جيبك انت. في الالمان دايما يفضلوا ان يعملوا الحاجه دي بنفسهم عشان ما يدفعوش فلوس كتير برضه. شوفوا حتى هنا قص الزرع مش عشوائي، يسيبوه كده يكبر ويبقى مطل هنا ويضايق الناس وهي ماشيه بعربياتها او مثلا على رجليها. فحرفيا وانا ماشي بسمع صوت هو اللي بيتردد من قمه من الهدوء صوت يعني انا هدوء من بعد الهدوء ده مش هشوف في حياتي. منطقه خاليه من البشر، ايه ده؟ ربما تشوف في الهدوء ده يسبب لك اكتئاب، بس الصراحه في ناس بيدفعوا فلوس كتير جدا عشان يجوا يقعدوا في الهدوء ده. هنا طبعا ممنوع تربيه بعض الطيور اللي بتعمل اصوات عاليه علشان ما تزعجش السكان هنا. وكمان الكلب بتاعك لو انت متبني الكلب فانت ضروري انك تخرجه مرتين في اليوم او مره واحده، وده على حسب المود بتاعه. في بعض الكلاب بتقعدها في البيت، لو خرجتها مره واحده ورجعت البيت بتفضل تهوهو، ولو فضلت تهوهو فانت مضطر انك تخرجها مره تانية. ففي خروج على مرتين او في مره في اليوم، وده شيء طبيعي. فلو انت خرجته مره واحده في اليوم ورجع وقعد يهوهو فده بسبب ازعاج للجيران، وهيتصلوا بالشرطه وهيجوا لك يقول لك لا انت كده مش بتهتم بالكلب، فلازم تديله حقوقه تخرجه مرتين في اليوم عشان خاطر ما يحسش باكتئاب ويتضايق في نفس الوقت، ولازم تديله اهتمام. تخيلوا. خليني اقول لكم ليه بيعملوا البيوت ديت بشكل مثلث كده. طبعا ديت تقاليد محليه بالنسبه عند الالمان. لازم كل البيوت هنا لما تتبني بتكون على طريقه المثلث اللي انتوا شايفينه ده، يكون الاسطح مايله على الجنب اليمين وجنب الشمال. وده علشان خاطر بيكون في امطار بشكل عام هنا في المانيا، واذا كان من التلج. فلما انت بتعمل البيوت بشكل مثلث كده ومايل، فكده الاسطح لما التلج ينزل اول ميه تنزل بتبدا تتسرب على الارض على طول وتنزل في البلعات زي ما انتم شايفين كده. فالصراحه دماغ الالمان دماغ شغاله ما بتنامش. انا من ساعه ما دخلت المنطقه ديت وانا مش سامع صوت اي حد، هدوء. ورغم بقى هدوء المنطقه وجمال البيوت اللي انتوا شايفينها ديت، بس عايز اقول لكم في نقطه سلبيه كبيره قوي. ايوه بالظبط عزيزي المشاهد، والنقطه ديت لما يكون الجو حر لو انت فتحت الشباك لمده دقيقه هيدخل عليك انواع من الحشرات غريبه جدا، ودي بتيجي بسبب الغابات والاشجار ديت. مش ناموس، لا حاجات تانية يعني مخيفه. مفيش ناموس هنا في المانيا، بس عايز اقول لكم نحل بتلاقي. والله النحل هنا في المانيا عامل زي الطير، بيهيج في الصيف بالذات. هنا هتلاقي طير وانواع كتير من الحشرات مخيفه فلا ينصح باحد ان يفتح الشباك طالما هو عايش في الريف.
خليني احكي لكم على بعض النقط السلبيه اللي موجوده في الريف هنا. طبعا فرص العمل، عايز اقول لكم ان فرص العمل هنا ضعيفه جدا. يعني انت عشان تلاقي فرصه عمل مش هتلاقي شركات في الريف موجوده هنا، لان الريف يعتبر مكان مخصص للهدوء والراحه للالمان، فالشركات بتلاقيها في المدن الكبيره. وكذلك المدارس برضو بتكون في المدن، وفي البعض منها بيكون في بعض المناطق يعني في ضواحي المدينه وكده. والتنقل في المواصلات هنا للاسف برضو بيكون صعب جدا، لان انت كواحد عايش في الريف هنا لما تيجي تركب الاتوبيس بيجي بمواعيد، وفي بعض الارياف اصلا الاتوبيس بيجي فيها مرتين في اليوم او 3 مرات في اليوم. فللاسف برضو المواصلات نقطه سلبيه جدا هنا في الريف الالماني. انا بالنسبه لي ده اجمل بيت شفته لحد دلوقتي. نظام التقطيع الزرع والشجرتين اللي حطيتهم دول والاهتمام بالديكوريشن بتاعه، اجمل بيت عجبني. والبيوت كلها حلوه هنا، بس ده اكتر واحد انجذبت ليه الصراحه. شوفوا البيت ده بيقول لك ممنوع الالعاب وممنوعك انك تلعب كوره. مش عايز ازعاج، هو كده باختصار عايز يقول الكلام ده. وبرضو المناطق اللي زي ديت ما بيكونش فيها نشاطات كتير، يعني من ناحية الجيم أو أندية الكورة. فأقرب نادي من الريف اللي أنا عايش فيه حوالي 3 كيلو، يعني ماشي يقول هتاخدهم في ساعة. والسوبر ماركت برضو كذلك، السوبر ماركت قريب مني بحوالي نص ساعة ماشي. فدايما الأرياف ما بيكونش فيها غير بس البيوت السكنية لكل الناس. فنصيحة مني أنت كشخص لو عايش هنا في ألمانيا وعندك عربية، انصحك تعيش في الريف، مفيش مشكله. شخص ما عندكش عربيه بسبب فرصه العمل، فما انصحكش انك تعيش في الريف، لان يا عزيزي المشاهد لما تيجي تعيش في الريف وانت معكش عربيه، لو انت رايح الشغل بتاعك وبعيد عن الريف مثلا بحوالي نص ساعه وربع ساعه، وهتضطر تتحرك لهم بالاتوبيس، لو انت معكش عجله هتضطر تصحى بدري جدا. فبدل ما تصحى الساعه 6 لو انت عايش في الريف ممكن تلاقي نفسك صحيت 5، تصحى 4 الفجر، ده عشان تلحق الشغل بتاعك. لان برضو زي ما قلت لكم المواصلات هنا في الريف بتشتغل باوقات معينه. شوفوا لحظة الغروب عجبتني جدا ما شاء الله، تحسها كان لوحة فنية مع الشمس. فالصراحة اختيار للريف ده جميل جدا. هنقضي بقى حياتنا في شكلنا كده، ولو لقينا حاجة أفضل يعني ممكن ننقل يعني. يعني أنا بحب الأرياف، بس المنطقة ديت الصراحة أنا خلاص حبيت إني أستقر فيها. هدوء غير طبيعي، وهدوء حلو، وكمان منطقة غنية وأمان. أهم حاجة نقطة الأمان. يعني هنا شوف كلها بيوت، لو حصل اي حاجه الو شرطه تلاقي شرطه فوق دماغك في خلال 3 4 دقائق. بيجوا منين انت ما تعرفش. فالمناطق ديت بتكون امن من المدينه بكتير جدا. شوفوا بقى ده يعتبر ماركت صغير طبعا في الريف الالماني. تلاقي عنده بيض، تلاقي عنده لحمه، ده جاي من الفلاحين وكل حاجه فريش. تلاقي عندهم كمان سمنه، زبده، سجق، عسل، تلاقي جبن، تلاقي لبن، ميه. وهنا بقى البيض طبعا بيكون فريش، يبقى لسه خارج من كده هو من عند الفرخه على طول، يحطوه في الكرتونه زي ما انتم شايفينه مغلفينه، ويجوا يبيعوه هنا في الثلاجه. وتلاقي عندهم برده هنا بطاطس، والاسعار طبعا بتكون غاليه لانها بتكون فريش، 4 يورو ال 2 كيلو و500 جرام. البيض هنا كذلك تلاقي عامل 5 يورو. فتيجي تقدر تحاسب، تدخل يا دوبك الكارت هنا وتكتب رقم الحاجه اللي موجود، مثلا رقم 41 اللي هو البيض، تضغط رقم 41 وتحط الفلوس، وعلى طول بيخرج لك المنتج اللي انت طلبته. فالصراحه انا شايف ان ده مشروع كويس جدا عاملينه الفلاحين هنا، برضو بيساهم الناس ان تنزل وتشتري حاجات من هنا بدل ما تروح الماركت اللي بيكون بعيد عنهم. فبيلخص لهم كل حاجه وشغال كمان 24 ساعه. وبكده يا شباب يكون وصلنا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. نشوفكم فيديوهات جديده، مع السلامه.